ما احب اضحك على العالم والفانزات، فانا دائما احكي كلمه الحق وما حاجي بظهر اي احد، وكلكم تدرون بهذا الشيء. فلهذا السبب شفت انه دا يصير ضحك بالموضوع، ودا اخدع عالم ما تستحق هذا الخدع اللي دا تنخدع. تمام؟ فانا بغنى عن هذا الشيء، فما احب اخدع احد، انا صريح. اللي يحبني يحبني يبقى وياي، واللي ما يحبني او الكلام اللي راح احكيه يشوفه يضوجه خليه يشيل الفولو من عندي. لانه مثل ما نقول انا ترند اصلا، ما احتاج شخص وياي حتى اصير ترند، لان انا كلها تدري بي انا منه، الحمد لله والشكر. هاي اولا. ثانيا الموضوع هو انه انا وشهناز منفصلين، وشفتوا تصرفات شهناز كلها انتم. تمام؟ فحكينا قلنا انه لازم، قالت لي انه خلينا نرجع الفولو لبعض وكذا، وخلينا نصير ويا الترند ويا العالم وكذا، ومشينا. فالموضوع هذا انا صراحه مشيت وياها صار لي كم يوم انه انشر، بس شفت انه دا يصير لي هوايه اشاعات دا تجيني انه هي دا تنشر ويا نافع ما ادري منو اسمه، ما ادري تتغزل بفارس ما ادري. انا طبعا كنت بالتصوير، زين، كنت بالتصوير، وهسه شفت التليفون مالتي محترق حرق. تمام؟ وشفت تاكات كثيره واصلت لي انه علي انه احنا لازم تطلع توضح لنا، وعلي انت رجال واحنا ندري بيك انت تحكي الحق وتحكي الحق وتحكي الحق. طبيت شفت، انا متفاجئت صراحه انه هي حتى صار يوما ما ناشره شيء. اذا لاحظتوا هذا الشيء، مع العلم انا لانه ما عندي مجال ادخل بس التاكات، انا انزل كم ريل كم ستوري انا وياها واطلع اذا انتبهتوا. فالبنت قالت لي خلينا نصير ترند واحنا ترند وما ادري شنو، حتى اذا انت مو معي ما ادري شنو، بس انه خلينا نمشي البرنامج. فرادت انه تضحك على الفانزات، لكن اني خوش رجال، انا ما حبيت اخدع احد. فاللي يريد من ورا هذا الكلام، انا مو مع شهناز، فهي البنت انا ما راح اطلع وياها ترندات، ولا انا البنيه اصلا عايفها بسبب مشكله صارت باخر يوم بالبرنامج. تمام؟ فالبنيه انا ما احب اكذب هواي، صراحة ما احب اخدع احد. فهذا اللي يسمع هذا كلام ويشوفه غلط خليه يقول لي انت غلطان، انا ما غلطان. زين؟ هي ترند على عيني وراسي، وانا هم ترند على عيني وراسي. انا ما محتاجه انه على مودها اصير ترند، ولا هي محتاجتني انه اكون ترند. انا بوحدي ترند، تمام؟ وهي بوحدها ترند، تمام؟ انا رجال سنجل، طلعت من البروجرام سنجل وبقيت سنجل وما سويت اي شيء ويا اي احد، واللي عنده شيء وياي يعطيني اثبات ليه يحكي لي. تمام؟ فاللي عنده شيء خويا يجيني. انا ما احب اخدعكم ولا احب اكذب عليكم، وباكر عقبه ونفس غير عالم همينه يجوكم يقولوا لكم احنا حب وحب وورا البروجرام ما تفاهمنا وانفصلنا. لا حبيبي، لا حبيبي، لا لا لا. انا علي جبار، انا اختلف عن الدنيا كلها. انا خوش رجال واطلع اواجه، ولا يهمني حساب ولا ارقام ولا يهمني ترند ولا يهمني اي شيء. الحمد لله والشكر، مكتفي بروحي. واللي يضوج من هذا كلامي خليه يوخر شو اسمه من عندي الفولو. زين خويا؟ او اذا غلطان قولوا لي انت غلطان، انا ما غلطان. كل حب واحترامي للبنيه، تبقى صديقتي وعزيزه علي وماكل زاد وملح وياها. زين؟ كل احترام لشهناز، لكن يا حبيبتي يا شهناز انا ما اقدر اكمل وياك الترند هذا بخداع الفانزات والعالم بسبب تصرفاتك هذه. يعني تعذرين، انا ما اقدر. فهذا التوضيح اللي حبيت اوضح لكم اياه. انا رجال سنجل، ما عندي شيء ويا اي احد، واذا احد يقول لا علي عنده شيء ويا فلانه ويا علانه ويا المدنيه، خلي يعطيكم اثبات بوقتها صدقوا. واحنا استغفر الله، عفوا هاي الكلمة. فانا اللي حبيته من عندكم خل احرك، انا طبعا وقفت بنص الشارع والله، وبس انا بالشارع حتى اقول لكم هذا الشيء. شوف بنص الشارع بوحدي. زين؟ ما تحملت هذا كله، طلعت هسه من التصوير فاير، بس اريد القى مكان اطبق بيه واحكي هذا الحكي، لانه دا ارجف. زين؟ انا ما حد يلعب علي ولا حد يصعد على ظهري، واللي يصعد على ظهري اعرف شلون انزله. تمام؟ ما حد يصعد على ظهري انا.
واللي ما حب كلامي وحتى فانزات شهناز دخلوا لي زين قالوا لي شنو الموضوع يعني هي تنشر عن هذا وتقول له هيك وتعلق له ويعلق لها وتنشر وياه وكذا شنو فيلمك انت؟ لا حبيبي انا رجال، انا هذه البنت لو وياي صدق ما اخليها تباوع تلمح لمحه رجل، او البنت اللي وياي انا كرجل ما اخليها تباوع بالغلط على شاب. خلوها ببالكم، انا هذا اللي اعرفه. فحبيبي انا الموضوع هو كله ما بيه الملخص، خليني اقول لكم اياه، انه انا ما احب اضحك على فانز، تمام؟ ان كان فانزي او فانز شهناز، كل الحب والاحترام لكم واشكر دعمكم هذه الفتره، تمام؟ اللي يريد يبقى وياي اهلا وسهلا، انا اخليه على راسي، واللي ما